السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده اخر روتين عملته يوم الوقفة الصغيرة. انا خلصت كده الحمد لله كل اللي عندي، وانا كده خلاص يعني مفروض قدامي بس قدام باب الشقة والسلم. ده بس اللي انا ما عملتوش، فممكن بقى ان انا اعمله الصبح او بعد الفطار يعني. علشان الصيام وكده، فانا حاولت على قد ما اقدر كده اكون خلصت كل اللي عليا علشان ارتاح بكره بقى. وفي الصيام وكده خلاص انا كان اعذروني على الاضاءة، كان الدنيا ليل. عايزه اقول لكم كان الكلام ده قبل السحور على طول، يعني يا دوبك خلصت وجريت على المطبخ حضرت السحور في ثواني. فانا كنت بصور كده على اضاءة اللمبة بتاعة البلكونة، فهي اصلا اضاءتها ضعيفة قوي، وكمان البلكونة التانية معرفتش اصورها لان اللمبة بتاعتها بايظة. فاعتبر انا عملت نضفت البلكونة على النور اللي طالع من الأوضة. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا صورت لكم بلكونة واحدة والأوضة اللي معاها، البلكونة التانية ما صورتهوش. تمام كده. بس نضفت التراب اللي على البلكونة عشان نبقى اللي هو التراب ده ما يدخلش على جوه على طول كده. وانا بنضف من بره لجوه، يا اما لو نضفت جوه خلاص كده البلكونة ما بعملهاش، لان لو عملتها تبوظ لي كل اللي انا عملته جوه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا البلكونة مش هعملها، لازم اعملها قبل الأوضة. بس انا نضفت الشيش بتاع البلكونة، بس ما غسلتوش علشان في حاجات محطوطة في البلكونة في الأرض، فلو غسلت الشيش فكل الحاجات اللي في البلكونة هتتبهدل. في جزء كده لو كنتوا خدتوا بالكم منه متقفل كده، وانا حاطة جواه حاجات كتير، فمش هينفع ان انا اغسل الشيش المرة دي. فنضفته بالفرشة بس كده، ويعني نزلت كل التراب اللي عليه بس مش هغسله. بس كده. هنا بقى شلت الكتب بتاعت ابني كلها، لانه خلاص بقى خلص مدرسة والدروس وكده، فشلت كل حاجة حطيتها في شنطة لحد ما اشوف هتصرف فيها ازاي ولا هوديها فين، علشان كانت مبهدلة لي الأوضة، محطوطة هنا شوية وهنا شوية وفي الشنط بتاعته شوية. فلميت الكتب كلها في شنطة، ولميت الشنط بتاعته حطيتها في شنطة تانية بلاستيك، علشان على بداية الدراسة ان شاء الله لو هيستخدمهم اغسلهم ويستخدمهم، مش هيستخدمهم خلاص بقى كده. يعني مش هغسلهم دلوقتي، حتى لو غسلتهم دلوقتي على ما تيجي الدراسة هحتاج ان انا اغسلهم تاني، لان انا زي ما انتوا شايفين في فيديوهات انا على طول شقتي مليانة تراب، وعلى طول التراب ده مش ممنوع من عندنا يعني. فقبل الاستخدام كده على طول لو هيستخدمهم هبقى اغسلهم وياخدهم. هو ممكن السنة الجاية ما اشتريلوش شنطة اصلا، عشان عنده كده شنط كتير. يعني الشنطتين دول كان بيروح بيهم المدرسة والدرس، وفي شنطة تانية للمدرسة كبديل يعني مع الشنطة دي، عشان لما اغسله دي ياخد دي وكده. وعنده شنطة تانية بعجل كنت جايبها له من سنة اولى، بس طلعت كبيرة عليه يعني فما استخدمهاش. عايزة اقول لكم تحت السجاد اللي انا شيلته ده، انا ما بحبوش خالص، ما بحبوش نهائي. عايزة اقول لكم بيبقى مغسول، واجيبه من الغسيل كده وافرشه الاقيه بينزل بودرة بيضة كده عاملة زي التراب، بس هي مش تراب. الظهر بتاعه بينزل زي تراب كده. مملين قوي ونفسي ان انا اغيرهم بصراحة. بس كده يعتبر خلصت الأوضة كلها، همسحها بقى وهفرش السرير. انا قبل ما ابدأ الفيديو كنت منفضة السرير، بعد ما عملت البلكونة نفضت السرير وبدأت بقى اصور الأوضة. فاهمين قصدي؟ بس كده. قولولي انتوا خلصتوا ولا لسه؟ انا كنت بستنى لحد يوم الوقفة. عايزة اقول لكم كنت بتسحل، يعني يوم الوقفة ده كنت بعمل فيه الشقة كلها. حاليا دلوقتي ما خلاص ما بقاش ينفع بقى، بقيت كل يوم اعمل حاجة علشان ما اجيش يوم الوقفة افضل لحد بالليل شغالة. لا انا كده خلصت، وان شاء الله يوم الوقفة يبقى انا قدامي بس ان انا لو عايزة اعمل حاجة لنفسي، حاجة شخصية
يعني اوضب بقى حاجة العيد للولاد، يستحموا كده يعني. في حاجات تانية كتير تتعمل، تبقى الدنيا ايه، خفيفة. مش هفضل. والله العظيم عايزة اقول لكم انا كنت بفضل شغالة لحد صلاة العيد وانا شغالة في الشقة، وفي الاخر اطلع اجري من غير نوم واجي اقضي يوم العيد ده كله نايمة. طب ليه؟ انا ليه كنت بعمل في نفسي كده؟ انا كنت كده من ايام ما كنت في بيتنا، يعني من قبل ما اتجوز. وبعد ما اتجوزت بعد كده بقيت خلاص بقى اللي هو قبل الوقفة بيوم اكون مخلصة، علشان يوم الوقفة ده يبقى بالنسبة لي راحة، ما اجيش يوم العيد بقى وابقى مكسرة ونايمة متبهدلة، مش قادرة ان انا اقوم ولا قادرة ان انا اعمل حاجة وكده. لا، اوضب بقى يوم الوقفة، اشوف هنعمل تسالي ايه للعيد. نجهز بقى. انا هعمل ان شاء الله كده يوم الوقفة، هشوف الفول النابت اللي انا كنت نقعاه معاكم وبنبته، هشوفه اتنبت ولا لا على يوم الوقفة يعني، علشان بالليل ان شاء الله راح مسوياه يوم الوقفة بالليل، علشان يوم العيد بقى نتسلى فيه طول النهار كده، ناكل فيه. تمام كده. تمام. وايه كمان؟ مش هعمل ترمس وحمص السنة دي يا جماعة، هتعملوا ولا لأ؟ مش هعمل ترمس وحمص، كل عيد اعملهم، واعمل الترمس والحمص وفي الاخر ما بيتاكلش يعني. مش احنا مش بنهلك فيه قوي، فمش هعمل السنة دي. انا هعمل الفول النابت ده، احنا بنحبه وبنتسلى فيه كده يعني، بديل الترمس. فمش هعمل بصراحة. يعني قعدت افكر اعمل ولا لأ، بس لأ مش هعمل. العيد الصغير عايزة اقول لكم انا يعتبر رميت نص الترمس، فحرام طالما مش بيتاكل يعني. لما يبقى مثلا مصادف مرة اهلي جايين، هيجيلنا ضيوف، احنا كده محدش جايلنا، فلو حد جايلنا ولا كده طبعا لازم ان انا ايه اجيب واعمل. بس احنا العيد ده يعني محدش هيجي عندنا، ولا احنا بنخلصه، فبلاش منه يعني. بس انا كنت هفرش على السرير ملاية تانية كنت مطلعاها، اللي كان لونها موف دي، وبعدين قلت لا، انا هفرش الملاية اللي هي اخت المرتبة اللي انا فرشاها عندي في الأوضة. آه زي ما انتوا شايفين السرير يعني ايه، انا واخدة مرتبة من السريرين وحطينا في الأوضة بتاعتي اللي هي أوضة النوم، علشان هي الأوضة الوحيدة اللي فيها تكييف عندي. وانا عندي الجو حر جدا لان انا دور اخير، والشمس يعني ضاربة من فوق ومن الجوانب، فمخلية عندي الشقة كلها بتبقى حر جدا. فطبعا مش هسيب الولاد يناموا في الحر ده، فانا باخد مرتبة جوه في الأوضة عندي، وبننام كلنا مع بعض في الأوضة. فاهمين قصدي؟ عشان كده انا جبت البطانية اللي هي القديمة دي، وفرشتها على السرير اللي هو الفاضي اللي انا واخدة منه المرتبة بالشكل ده كده، على اساس ايه، تحوش التراب اللي هو ينزل تحت السرير، ومنه برضو يبقى شكلها احلى من شكل المولة يعني شكلها مش حلو. بس ففرشت البطانية دي كده عشان تقفل على السرير، وادي السرير التاني، والحمد لله كده خلصت. وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم. ما تنسوش تستمتعوا بالعيد. قولولي هتخرجوا فين وهتعملوا ايه. انا لحد دلوقتي لسه مش عارفة، ان شاء الله لو خرجنا او حاجة هشارك معاكم خروجتنا، وهشارك معاكم العيد ان شاء الله بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوها، وكومنت حلو كده شبهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.